البدايات الأولى لنمو هذه الموهبة، البذرة الأولى، وزارع هذه البذرة والمساهم في نمائها الجميل. تحكي لنا عن بداياتك أستاذة جهاد نوارة. هو الحقيقة بالنسبة لي في كتابة الشعر أكيد ليها سبب طبعا. كانت الأسرة، أنا نشأت في منزل فيه ثقافة يعني من ناحية بابا وجدتي كمان. لأن الوالدة كانت لا تجيد القراءة والكتابة، لكن كانت دايما تتمنى على الأشياء اللي فيها ثقافة، يعني الراديو دايما، التلفزيون، البرامج الثقافية وهكذا. الجدة كمان كانت دايما تحكي لنا قصص ألف ليلة وليلة بكلام حلو أنا ما كنتش أعرف هو إيه. لكن لما ابتديت أكتب، بديت أكتب الكلام اللي هي بتقوله، بيت شعر أكتبه على كتاب كده من كتب التربية الدينية في سنة رابعة ابتدائي، مش عارف إيه كده، لغاية ما دخلت إعدادي واكتشفت إن هي بتقوله ده كان من الأشعار اللي هي متنبي، الفرزدق، حاجات كانت هي حافظاها يعني عن ظهر قلب. وبناء على كده أول بيت شعر يمكن كتبته كان في الفصحى، كنت وقتها في سنة 5. أنا أذكر يعني أول بيت شعر خاص بي أنا. كتبت أنا زهرة فوق الربا، يعني حاجة زي كده. لا كنت لا بقى، دايما انت لازم تفكرينا بيه. انت معقول من 5 ابتدائي كتبت بيت شعر؟ بيت شعر اللي هو إيه، أنا زهرة نمت على خرير النهر فوق الربا فذابت، كان أول بيت شعر كتبته الله، ده. انا زهرة. فوق الربا نمت على خرير النهر فذاب، لان كان انا اذكر كنا اخدين قصيده يمكن فيها كلمه خرير اللي هو صوت الماء اه وكده. فانا اه وظفت البيت ده، حتى لسه مكتوب عندي في مذكراتي، في الاوراق، كل ورقه كنت بكتبها موجوده عندي لغايه دلوقتي اشعاري يعني. اول ديوان ليا انا، اول ديوان عملته كان ديوان عاميه. تمام. بالرغم ان انا كان نفسي اخرج بالفصحى، لكن لما كتبت العاميه طبعا، وبقى عندي رصيد ومخزون كبير، فابتديت بالعاميه وكتبت قصيده، يعني قصائد كتير وكده. ممكن اقول لك حاجه، لسه فاكره كل حاجه كاني شايفه احلى شاشه، لما كنت رايحه جايه زي عصفوره وفراشه، كنت لسه ملاك بريء وانت واقف على الطريق، فاكره اول مره شفتك، فاكرة أول يوم لمستك لما إيدي ضمت إيديك وهي بتسلم عليك، رحت مادة إيدي لحضني خايفة لمسة إيدك تسيبني ولا يترك منها يفرقني، وعند باب الشوق أخدني لون عيونك، الله ده بني بلون عينيا لكن جرحني، بسهم رمشك هواك ذبحني، خدني صوتك محلاه بودني، وابتدت قصة هوايا كل يوم تكبر معايا، واترسم جوايا اسمك كل لحظة أصبح غنايا، كنت أفرح لما أشوفك طول نهاري، أحكيك حكاية وما تمشي أبكي وأحزن واجي أشوفك في المراية، كنت طفلة لسه بحلم طعمه إيه عشق الصبايا. دي عنوان ديوان المراية، أول ديوان ليا يعني. جميلة. والمشاعر الجميلة اللي هي مشاعر البدايات الأولى طبعا في اللي هو السن. البداية الأولى خالص، كنت بحلم هو إيه عشق الصبايا، يعني بيتلخص كل اللي فات ده كله في حاجة واحدة، بحلم هو إيه عشق الصبايا. الله. أو طعمه إيه عشق الصبايا. الله، أحسنتي في اختيار البداية الجميلة والله. السن الجميل اللي هو يعني البدايات، الإحساس والمشاعر الجميلة. كتبتي وانطلقتي، ومرحلة بقى النضوج، المرحلة اللي بعد كده، والنضوج بقى الأدبي والفكري، وتقول لنا برضو نموذج من هذه النماذج الجميلة اللي استمتع بيها. النضوج الفكري أكيد طبعا، البدايات غير الوقت الحالي على فترات، يعني أنا طبعا من وأنا صغيرة بكتب لغاية دلوقتي في سنوات عقود، يعني مش سنتين 3 أو حاجة. فالنضج متوالي، يعني كل فترة بينضج عندي الإحساس، بينضج عندي عرف الفكرة ازاي يتم بلورتها، الإلحاح الفكري ومدى القصيدة بيختلف من حالة لأخرى.
يعني لحظة البداية لغاية الميلاد كده، لأن الشعر طبعا مش مجرد صنعة حرف بقدر ما هو شعور بيسبق الميلاد لصورة مرسومة من مشاعرنا معنويتنا بيصيغها الكاتب. بتبقى نابعة من إلحاح فكري بينتاب الشاعر في لحظة كده إبداعية تتبلور بداخله كل مقومات القصيدة، فبتخرج مؤمل إحساسي، وهو ده اللي بيحصل حقيقي يعني. الله. عاوزين بقى نقول نجرب المرحلة اللي هي يعني بعديها على طول. المرحلة اللي بعد اللي هي الكتابة. وتقولي لنا بقى برضو يعني هل تجربة شخصية أثرت فيكي، تجربة اتأثرت بيها، مشاعر معينة يعني دفعتك لإبداع هذا العمل؟ يعني مثلا عندي قصيدة نابعة من قصة حب واحد بيتكلم واحدة وبيحكي لها عن نفسه في حاجات كتير جدا. تمام. يعني بيقول لها مثلا أنا كلمتك عن نفسي واحكي لي عنك حتى أراكي مثلا. فالكلمة دي لما سمعتها خلتني أكتب حاجة عن الموضوع ده. واحدة بتحكي لواحد بتقول له يعني عشان ايه يعرف هي ايه ويشوف. هو بيحكي لها، حكى لها كتير جدا. قالت ان هو حكى لها على كل حاجة عن حياته وقاعد يحكي وبيتمنى ان هي بس تقول له بحبك. فطبعا هي خجولة ان تقول. ففي احد المرات بيكلمها وبيقول لها احكي لي عن نفسي، انا حكيت كتير عن نفسي فكلميني عن نفسك حتى اراكي. هي اللي خلاني اكتب كلمة حتى اراكي. وقال لها كم حدثتك عن نفسي كثيرا فمتى ألقاك وما عرفت منك غير قليل فليتك تتكلمين عنك حتى أراك. فقالت ألم تراني بعد وقد ملكت الروح والود؟ ألم تسمعني من بعيد وكل يوم معك لي جديد؟ أما انتبهت لشوقي وفني والتغريد؟ هذه أنا في حبك قلبي بات شهيد. خالد أنت في فؤادي طفل عنيد عنيد.